اوه في الاسفل لو كيك. اوه اوه. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا المقطع سوف نشاهد أول نزال احترافي للمغربي طارق الخبابز. في أول مواجهة له كانت ضد المغربي إسماعيل لزعر، ومن منا لا يعرف الدبابة إسماعيل. وكان إسماعيل في هذه المدة قد خاض 13 نزال بدون أي هزيمة، والآن قادته الظروف لكي يتواجه مع مواطنه طارق الخبابز. وقبل أن نشاهد هذا النزال يجب أن تعرفوا لماذا نزلت هذا المقطع، لأنني عندما بدأت قصة طارق الخبابز كيف بدأ وماذا فعل وكيف حصل على اللقب، فوجدت بأنه قد تواجه مع إسماعيل لزعر، وقلت سوف أدخل هذا النزال ملخص في القصة ويعني يمر مرور الكرام. لكن في داخلي كنت أعرف جيدا بأن هنالك الكثيرون سوف يقولون لي أين هو النزال الكامل، لذلك قررت أن أشاهد هذا النزال كامل معكم. وبعد هذا المقطع سوف أنشر مقطع ثاني خاص بالأخبار، وسوف أتكلم عن عودة يوسف زلال لليو اف سي، وأيضا عن يوسف بوغانم، وعن المشاكل التي تحصل ما بين ريان غارسيا وكانديلو ألفاريس، وأيضا سوف نرى بالضبط متى عودة جيرفونتا ديفيس إلى الحلبة. المهم في ذلك المقطع سوف يكون العديد من الأخبار إن شاء الله، وهنالك أخبار عن الديفن هيني قد تصدم البعض. والآن فلنشاهد هذا النزال. بداية الآن. على يسارية من طارق لزعر، حتى هو يرد عليه باللكمات، يعني الاثنان دخلوا في بعض على طول. يا الله. وهذا هو السبب الذي جعلني أقوم بتنزيل هذا المقطع، حرب من البداية. يا إما تسقطني يا إما أسقطك بالضربة القاضية. يا الله، لكمات رائعة من الزعار. على الركلات السفلية. بو 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 بو. الزعار يركز على اللو كيك، على الركلات السفلية. لكمة علوية من الزعار. طارق يردها. بو 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 بو. يا أخي انظر إلى هيئة إسماعيل لزعر، غليظ ويركض بهذا الشكل، والله العظيم يا أخي مقاتل رهيب صراحة الزعر. على اللكمات. يا الله على اللكمات اللي سلقها الزعر، لكمات قوية لكنه صامد. ركبة من الزعر. بابا. يعني كل واحد منهم يرغب بأن ينهي الآخر بالضربة القاضية. لكمات رائعة من طارق، لكن لنكن صريحين، طارق الخبابز ليس لديه دفاع جيد. يا الله، والله دخلوا في بعض يا أخي. رائع. جولة أولى رائعة صراحة يا شباب، وأنا كنت شاهدت فقط 15 ثانية الأولى، وجدت بأنهم يعني رهيبين جدا، يعني تماما مثل نظرتي على نزال زامبيديس ضد شاهد. كان النزال مشحون منذ البداية، وهذا ما جعلني أقوم بتنزيل هذا المقطع. وأعتقد بأنكم قد لاحظتم شيء، وهو أن طارق الخبابز لديه دفاع ضعيف، يعني تقريبا يقف مثل هذا الشكل، يعني بطريقة غريبة عجيبة، ومع ذلك يعني مرت الجولة بسلام ولم يسقط أي أحد. فنمر الآن إلى الجولة الثانية. كما تشاهدون الدفاع يعني نازل. لزعر صراحة سريع. يا سلام، هجوم رائع، تناسق جيد من الطرفان. يا سلام. هجمات طارق رائعة متناسقة صراحة. لزعر خطير، يرد عليه باللكمات والركلات. ولزعر مقاتل ثقيل في الوزن، يعني لكماته وازنة يا شباب، وطارق يصمد إثر هذه اللكمات. صراحة رائع طارق. الاثنان يقدمان نزال يعني جد متقارب، هذا يضرب والآخر يرد عليه، لكن لاحظت بأن لزعر مركز على اللكمات السفلية، لو كيك. لكمة سفلية كما ترون. لكمة علوية، ركلة عفوا علوية. يا تبادل الهجمات رهيب جدا صراحة ما بين الطرفان.
خطاف يميني. يا الله على اللكمات. لزعر ثابت، لزعر كأنه لا يتلقى شيء، يتلقى اللكمات وكأنه يعني لا شيء عادي. ركلة سفلية، والركلات السفلية يا شباب تؤثر كثيرا في القتال. على اللكمات. انتهت الجولة الثانية. صراحة يا شباب كما شاهدتم المقاتلان رهيبان جدا رغم اللكمات التي يتلقاها كل واحد منهم، إلا أنهم يدخلون في بعض بالطول والعرض، لا يهمهم أي شيء. كل واحد منهم يرغب بأن يسقط الآخر بالضربة القاضية. فما رأيكم يا شباب؟ هل سوف تنتهي الجولة الثالثة بالضربة القاضية أم سوف تمر إلى قرار الحكام؟ فلنكمل ونرى. الجولة الثالثة الآن. لزعر 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 ذكي ذكي لأنها عنده خبرة صراحة. طارق رائع صراحة رغم أنها أول نزال له، وما عمل مع الدبابة إسماعيل لزعر ليس بالسهل. يا الله على اللكمات التي وجهها طارق لوجه لزعر، وكذلك والمثل لزعر وجه العديد من اللكمات فوق تحت في الأسفل. لو كيك. يا الله. هذا زحلقة فقط. الإرهاق بادي على الطرفين طبيعة الحال، لأنه من البداية وهم يحاولون أن يعطوا كل ما لديهم. على اللكمات لزعر، لكمات علوية كروشي. يا الله. مستقيمية من لزعر. طارق انتهى السفل، انتهى الجهد لطارق، مع ذلك لازال يحارب. لكن ما يا الله. جيد طارق. الآن طارق يحاول أن يحصد النقاط، ولزعر يرد عليه باللكمات. صراحة نزال رهيب جدا يا شباب، لم أتوقع بأن يكون بهذا المستوى، لأن هنالك الكثيرون لديهم اسم شهرة لكن لا يمتعوننا بهذه الطريقة. المغاربة يدخلون في بعض صراحة. المهم يعني أنا مسبقا عارف النتيجة، لكن من تتوقعون الفائز يا شباب؟ سوف نرى. الفائز هو التعادل يا شباب، نتيجة مستحقة. يعني الاثنان قدم نزال رائع جدا. طارق أول مرة يخوض نزال احترافي، أما لزعر فقد خاض 13 نزال بدون أي هزيمة. ركزوا معها يا شباب، لذلك هذا إنجاز كبير بالنسبة لطارق الخبابس. المهم يا شباب أتمنى أن تدعموا هذا المقطع بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وأن تعطينا رأيك على هذا النزال. وأيضا مبروك علينا 100,000 مشارك في القناة، وصيام مبارك لجميع الأمة الإسلامية، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلطف بأهلنا في غزة وفي فلسطين. وكان معكم محمد المحسني من قناتكم تولي، والسلام عليكم ورحمة الله.